إسرائيل. أكبر إسرائيل. الحمد لله القوي الجبار المنتقم من الظالمين ناصر المستضعفين القائل في كتابه العزيز: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نحن أبناء الشعب الأفغاني المسلم، علماءنا ومشايخنا وطلابنا وشعبنا نرفع صوتنا ونعلن وقوفنا الكامل إلى جانب إخواننا المستضعفين في أرض فلسطين المباركة، وخاصة في غزة العز والصمود التي تتعرض اليوم لحرب همجية شعواء لا تفرق بين صغير ولا كبير ولا بين مدني ولا مجاهد. تباد العائلات بأكملها تحت الأنقاض، تستهدف المساجد والمدارس، يذبح الأطفال وتبتع الأمهات وتقطع الكهرباء والماء، ويحاصر الناس في ديارهم في مشهد تتفطر له القلوب وتدمع له عيون المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. وإننا في أفغانستان البلد الذي ذاق مرارة الاحتلال وعرف معنى الجهاد والصبر نعلن أن قضية فلسطين ليست قضية شعب وحده، بل هي قضية الأمة كلها. نحن نعلم بوضوح أن آلامهم آلامنا ودماءهم دماؤنا وعدوهم عدونا، وندين بأشد العبارات هذا العدوان الصهيوني الغاشم، ونستنكر الدعم الأمريكي والغربي لهذا الإرهاب المنظم، ونحمل المجتمع الدولي صمت العار والتواطؤ مع الباطل، وندعو قادة الأمة الإسلامية وعلماءها وأحرارها أن يؤدوا واجبهم الشرعي والإنساني تجاه هذه المآساة. فغزة لا تحتاج فقط إلى العاطفة، بل إلى مواقف صادقة وجريئة، وإلى دعاء صادق ودعم عملي في جميع الميادين. اللهم كن مع إخواننا في غزة وفلسطين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم قوم عزائمهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم شهداءهم وفكوا أسرارهم وارزقهم نصرا عاجلا مؤزرا. اللهم دمر عدوك وعدوهم وخذ مخز عزيز مقتدر. اللهم انزل بأسك على الصهاينة المعتدين وعلى كل من أيدهم وناصرهم يا قوي يا جبار.